تعالوا اوريكم انا عملت النهارده الفطير المشلتت بطريقه سهله وتقدري تعمليها في اي وقت لانها كانت سهله جدا. الفطير انا عملته فطير صغير عشان كل واحد ياخد واحده. شايفه مورق وخفيف. انا عملته بزبده صافي، حطيته بس لما قطعته على زيت زيتون. لكن لما جيت يعني اشتغل فيه كله كان معمول بالزبده. الزبده طبعا بتخليه طري. طبعا انا حطيت 2.5 كوب دقيق وذره ملح صغيره كده وحطيتهم في العجان وزودت ميه. الميه من الحنفيه عاديه جدا، مفيش اي حاجه، هي دقيق وملح وميه واتعجنوا كويس. طبعا خليت العجينه طريه جدا، طريه بالزياده عن اللزوم، يعني طريه بتلزق في ايدي. بس اول ما دهنتها بحته الزيت الزيتون طبعا بقت كويسه وكانت يعني ما بتلزقش، بس هي طريه يعني وانت بتعملي فيها العجينه كده عامله زي الملبن في ايدك. طبعا عملتهم كور، والكور دي قد الليمونه كده، وكل فطيره عملتها 4 كور. انا عايزاها فطاير صغيره، مش عايزه فطيره كبيره، عايزه فطيره صغيره بحيث ان كل واحد ياخد بتاعته، ياكل، يحط فيها عسل، يحط فيها جبنه، يعمل اللي هو عايز يعمله في الفطيره بتاعته. بفردها بكل سهوله، بتتفرد معاكي وبتدهني بالسمنه كل طبقه عشان يديك التوريقه دي. لازم بين كل ورقه وورقه لازم بتطبقي وبتفردي بالسمنه او بالزبده. انا فردت بالزبده، ينفع بالزبده، ينفع بالزيت، ينفع بزبده مع زيت، ينفع مع سمنه بس، ينفع سمنه مع زيت، زي ما انت عايزه اللي موجود عندك تقدري تعملي. بس يكون الزيت طبعا يكون ريحته حلوه عشان طبعا بيديكي نتيجه كويسه. بتبان اي حاجه في السمنه او الزيت، بتبان طبعا في ريحه، بالذات الفطير المشلتت. ده بالطريقه المصريه زي ما احنا بنعملها على طول. ندهن بالزبده، وبعدين نجيب الفطيره الاولانيه نحطها في النص وندهن تاني ونطبق على الفطيره. كل بين واحده وواحده بنحط الزبده بحيث ان هي تبقى كويسه. طبعا لو عجبك الفيديو ما تبخليش علينا باللايك والشير عشان يوصلك كل الحاجات اللي احنا بنعملها الجديدة، توصلك وتعرفي ازاي بتعمليها. انا واثقة انك انت دلوقتي بتفكري انك انت تقومي تعمليها لانها سهلة جدا. طبعا تقدري تعجنيها على ايدك، طبعا انا ما اقدرش اعجنها لاني انا عندي مشاكل في ايدي.